في خلال الثانية الودية التحضيرية فضل الناخب الوطني منح الفرصة لكامل العناصر التي لم تشارك في المواجهة السابقة أمام منتخب جنوب إفريقيا ما عدا الحارس عز الدين دوخة بسبب الإصابة. Doha a dit qu'il avait un problème de pouce un petit peu. On n'a pas pris de risque avec lui. تغيير التشكيلة لم يمنع زملاء غلام في أول ظهور له مع المنتخب الوطني من تقديم أفضل ما لديهم لكسب ثقة الناخب الوطني أمام فريق لم يكن بالند لكنه كان منظما في خطوطه الثلاث. رغم ذلك حليش فاجأهم بهدف أول في الدقائق الأولى من المباراة وهو ما فتح المجال أمام المنتخب للمبادرة إلى الهجوم أكثر فأكثر، فجاء الدور على ياسين بزاز بهدف ثاني في لقطة جماعية جميلة. وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني تمكن فريق بلاتينيوم ستارز من تقليص النتيجة عن طريق ضربة جزاء نفذها وسجلها جوسوا سول. عودة المنتخب إلى الميدان في الشوط الثاني عرفت إقحام العديد من اللاعبين على غرار فؤاد قدير الذي سجل هدفا ثالثا رائعا للمنتخب الوطني. مهرجان الأهداف اختتمه سفيان فيغولي بهدف رابع ليوقع بذلك على فوز معنوي قبل انطلاق المنافسة الرسمية. Un petit peu encore certaines fatigues sur certains joueurs, c'est tout à fait normal. Mais dans l'explosivité, dans la construction, on a vu un petit peu le progrès. Et bien sûr, je suis content qu'à nos marques, on a vu 4 beaux buts. C'est bien, on a ربحنا المقابلة اللي زاد كوراهم ماركوا لي بوت. C'est un bon match de préparation de la Tunisie, Inch'Allah. Donc le plus dur reste à faire. Donc la Tunisie dans quelques jours, Inch'Allah. Moralement رانا ملاح ولازم إن شاء الله quelques jours باش نوجدوا الماتش هذا وإن شاء الله ندخلوا بقوة إن شاء الله. On est à quelques jours qui me قبل la compétition. Ce qui est très important, Léna, c'est d'être efficace et de corriger certaines erreurs qu'on avait fait في le match les fêtes. Alhamdoulilah, on a été costaud derrière et efficace devant.